السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالرغم من القوة العسكرية اللي كانت عند الدولة الإسلامية في عصر العباسيين، إلا أن الخلفاء بدأوا يهتموا بالبناء وتشجيع العلم والعلماء. واحد من أهم الخلفاء كان هارون الرشيد، وفي عهده تم إنشاء أضخم دار علمية، وهي الدار الشهيرة باسم دار الحكمة أو مكتبة بغداد. أهلا بكم في قناتنا أسئلة نص الليل. قبل ما نبدأ، إذا كنت جديد ما تنساش تدير سبسكرايب وتفعل الجرس باش توصلك فيديوهاتنا أول بأول. وبالمناسبة عندنا قناة جديدة اسمها حكاوي، كننشر فيها فيديوهات طويلة، كنحكي فيها قصص واقعية وغامضة، واشتركوا فيها إن شاء الله. هارون الرشيد كان واحد من أعظم الخلفاء المسلمين عبر التاريخ، وشهادت الدولة الإسلامية في عهده رخاء وقوة. وقصة الهدية الشهيرة من هارون الرشيد لشارلمان تعكس الوضع في ذاك الوقت. الملوك في العصور القديمة كانوا يتبادلون الهدايا، وكانت الهدية تعبر عن قوة المملكة اللي جاي منها. لما بعت هارون الرشيد هدية لشارلمان، كانت عبارة عن ساعة ضخمة من النحاس طولها 4 أمتار، وكانت تشتغل بالقوة المائية، وكل ساعة كانت تسقط منها كرات معدنية على قاعدة من النحاس، وصوت الارتطام كان يخلق رنين جميل. ولما تيجي الساعة 12 كان يخرج 12 فارس مع بعض. لكن شارلمان خاف من الهدية واعتقد أنها مسحورة، وهذا خلاهم يكسروا الساعة، لكن اكتشفوا أنها مجرد آلة عادية. منذ البداية الإسلام سعى بكل قوة للقضاء على الجهل والأمية، وفي أولى الغزوات النبي صلى الله عليه وسلم كان يعفو عن أسرى المشركين لو علموا مسلمين القراءة والكتابة. العلم كان هو الفداء، ونشره كان بنفس الدرجة من الأهمية. الدولة الإسلامية اعتمدت على نفسها في الفهم والثقافة، وكان لازم عليها تتعرف على طرق وثقافات المعاصرين، وعلم الترجمة كان وسيلة للوصول لهذا. عبر الترجمة المسلمين قدروا يطلعوا على علوم القدماء ويستفادوا منها، وعلشان كده دار الحكمة كانت واحدة من أعظم منارات العلم، مش بس من ناحية الكتب، ولكن لأنها كانت ملتقى للعلماء من كل الأعراق والثقافات. بين أشهر العلماء اللي استفادوا من دار الحكمة هو محمد بن موسى الخوارزمي، وهو عالم موسوعي. الخوارزمي اشتغل في علوم كثيرة، لكن اشتهر بعلم الجبر. بنو موسى كانوا عائلة علمية متكاملة، وكل واحد فيهم كان عنده تخصص. محمد كان في الفلك، أحمد في الميكانيكا، والحسن في الرياضيات، وقدموا الكثير من الاختراعات والآلات اللي كانت تستخدم في ذلك الوقت. بفضل تكافؤ الفرص كانت كل الفرص متاحة لكل من يريد التعلم بغض النظر عن العرق أو الجنس. دراسة في جامعة هارفارد عام 2015 أثبتت أن الأبحاث التي تمت من فرق متعددة الثقافات كانت الأكثر نجاحا. المسلمين كانوا سابقين في هذا المجال. هذا هو ملخصنا اليوم. إذا وصلتم لحد هنا أنتم فعلا أجدع ناس. ديروا لنا لايك قبل ما تخرجوا وشاركوا آراءكم في التعليقات. سلام.